السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو إن شاء الله سأتكلم لكم عن صحابي جليل من كبار الصحابة، ألا وهو بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال بن رباح صحابي جليل ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ومولى أبي بكر الصديق. كان بلال رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين الذين عذبوا ليتركوا الإسلام، حيث كان عبدا لبني جمح من قريش، فعذبه سيده أمية بن خلف بعدما علم بإسلامه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. اشتهر بلال بصبره على التعذيب وقولته الشهيرة أحد أحد. ولما شرع الأذان اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مؤذنه الأول. سيرته رضي الله عنه: كان بلال بن رباح حبشي الأصل، قيل أنه من مولد الحجاز، حيث كانت أمه حمامة أمة لبني جمح. كان بلال من السابقين إلى الإسلام، وكان مستضعفا لكونه كان عبدا لبني جمح، فعذب بلال ليترك دين الإسلام. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. فأما رسول الله فمنعه عمه، أي حماه ودافع عنه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون فألبسوا ذراع الحديد، ثم كانوا يقيدون في صحراء مكة اللاهبة الشديدة الحرارة، ويمنع عنهم الطعام والشراب حتى يرجعوا عن دينهم. فمنهم من لم يتحمل التعذيب ورجع عن دينه مضطرا، أي أظهر الكفر وأبطن الإيمان، مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه. ومنهم من مات تحت التعذيب كأمه سمية رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام. ومنهم من عذب أشد التعذيب دون أن يتزحزح عن دينه قيد أنملة، كبلال رضي الله عنه، الذي كان لا يفتر عن ترديد أحد أحد، حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من عند سيده أمية بن خلف وأعتقه، حيث كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. هجرته وجهاده رضي الله عنه: هاجر بلال رضي الله عنه إلى يثرب، ونزل على سعد بن خيثمة، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل آخى بينه وبين عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقد شهد بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر، وقتل سيده أمية بن خلف الذي كان يعذبه، كما شهد معه المشاهد كلها. وقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا لما شرع الآذان، فكان بلال أول من أذن، وهو أحد الثلاثة أذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى جانب أبي محذور الجمحي وعمرو بن أم مكتوم. ويوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يعتلي سطح الكعبة ويؤذن، ففعل رضي الله عنه. مكانته رضي الله عنه: حظي بلال رضي الله عنه بمنزلة رفيعة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشبة عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. وقال سعد بن أبي وقاص: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء فلا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل وآخران، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. روايته للحديث: أحصى بقي بن مخلد لبلال بن رباح في مسنده 44 حديثا، منها في الصحيحين 4 أحاديث، المتفق عليها حديث واحد، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديث موقوف، وروى عنه عدد من الصحابة والتابعين. زواجه وحياته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقال بأنه رضي الله عنه تزوج من عدة زوجات، من بينهن هالة بنت عوف أخت الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وزوجات أخريات، وقيل أنه لم ينجب منهن جميعا، فهو لا عقب له رضي الله عنه، مع أنه كان يكنى بأبي عبد الله. نذر رضي الله عنه حياته للجهاد ببلاد الشام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذن إلا مرة واحدة بعد أن رجاه الصحابة بأن يؤذن، فلما وصل إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، لم يستطع أن يكمل الأذان، وبكى بحرقة وأبكى المدينة كلها. وفاته رضي الله عنه: أثناء احتضار بلال رضي الله عنه قالت له زوجته: وحزناه، فكشف بلال الغطاء عن وجهه فقال: لا تقولي وحزناه، بل قولي وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. توفي رضي الله عنه ببلاد الشام عن عمر يناهز 60 سنة، سنة 20 هجرية، وقيل غير ذلك، ودفن بالباب الصغير بدمشق في سوريا كما أراد. رحم الله هذا الصحابي العلم رحمة واسعة، ورضي الله عنه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء. ولا تنسوا دعم القناة ودعم جميع القنوات التي تقدم محتوى هادف لنتمكن من الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.